السلام عليكم. جريمة النهاردة بشعة إلى أقصى حد، ما بيتقالش عليهم غير أطفال. انتوا لكم الحكم، إن فعلا دول يستاهلوا الإعدام ولا هم أطفال وما كانوش واعيين لتصرفهم، وهم كانوا بيهزروا مع صاحبهم. قتلوا صاحبهم بالصعق الكهربائي اللي باباه جايبه من السعودية لأخته تدافع بيه عن نفسها. كمان بيقولك ان هو كان بيهزر معاه او بيأدبه عشان بعد كده ما يتطولش علينا. تفاصيل كتير هنشوفها مع بعض وليكوا الحكم. في الاول صلوا على النبي واللايك الحلو بتاعكم. في محافظة الشرقية تحديدا منية القمح، في أسرة هناك ليها ولدين. ولد اتوفى من شهر والولد اتوفى النهاردة. الأهل دول كأن مكتوب عليهم انهم يفضلوا عايشين في حزن على طول. ابنهم الاولاني اتوفى، ومن شهر بالظبط ابنهم الكبير كان تعبان وخلاص سلم الامانه للي خلقهم، وخلاص قضاء الله وقدره، وراضيين بالواقع وقدروا ان هم يتحملوا صدمه ابنهم الكبير اللي توفى. وقال لك خلاص البركه في ابننا الصغير، عنده 16 سنه في اولى ثانوي في مدرسه البنين، مدرسة اسمها مدرسة الألفا. طبعا الأهل كانوا بيصبروا نفسهم بابنهم اللي عنده 16 سنة اسمه محمد أسامة محمد. طبعا قعدوا يقولوا ان هو أملنا في الحياة وعقبال ما نشوف خلفته. وطبعا زي ما احنا شايفين ان اي حد عنده ابن بيتمنى ان هو يكبر قدام عينه، ويشوف اولاده ويتجوزوا ويفرح بيه وبعياله. طبعا الاهل كانوا معتمدين على ابنهم، وكان ابنهم اللي بيصبرهم على وفاة ابنهم الكبير. اللي حصل ان ابنهم في مرة راح المدرسة بتاعته، وهناك حصلت خناقة بينه وما بين واحد صاحبه ده غيران منه عشان محمد انضف منهم، شكله نضيف، ريحته حلوة. عارفين الشباب اللي انتوا بتشوفوها تقولوا ما شاء الله شباب زي الورد، لا شكلهم يدي سوابق ولا تحسهم اسلوبهم وحش ولا شعرهم منعكش، ولا اللي هم بيصحوا من النوم ياخدوا الشنطة ويمشوا. عارفين الشباب طبعا اللي بتبقى أدرك الله يعني وحشة، بيلبسوا علبيات عشان يصحوا يروحوا مدرستهم بقى، ولا غسلوا وشهم ولا غسلوا اسنانهم ولا سرحوا شعرهم ولا أي حاجة. فمحمد ده شخص نضيف جدا وشخص جميل ومرتب وهدومه مرتبة. راح المدرسة، حصلت خناقة ما بينه وما بين واحد هناك صاحبه اسمه إسلام. طبعا اسلام دايما بيلاقيه ان هو احسن منه، مع العلم ان هو مدرسة بنين، يعني مش هقول لكم ان هي مدرسة مختلطة في ولاد وبنات، فالولا خايف ان هو ياخد الجو، ياخد اللقطة، ياخد حاجة، اي حاجة من دي. لا، الولد في حاله، الولد محترم، الكل بيحلف بأدبه وبأخلاقه، يعني أهله خير مربه، بس يا حسرة ما قدروش يفرحوا بتربيته. طبعا الولد فضل مستقصد محمد، اسلام فضل مستقصد محمد، مره يتخانق معاه ومره يضايقه ومره يرخم عليه ومره في مره في مره. فمحمد جاب اخره وبدا ان هو يعني يدافع عن نفسه، ما ضربهوش، هو زقه دافع عن نفسه. فاسلام المتهم ما عجبهوش الوضع، وان انت ازاي تفكر تدافع عن نفسك. مع العلم ارجع تاني واقول لكم ان هي مش مدرسة مختلطة، هي مدرسة للولاد بس، عشان محدش يقول اصل هو اتحرج عشان كرامته، اتضايق قدام البنات، ازاي يزقه قدام البنات. واحنا عارفين ان الاجواء الولد لما بيبقى فيه بنات بيحب ان هو يشوف نفسه ويتمنظر، انما لا، ما كانش فيه بنات. اسلام ما عجبهوش ان محمد دافع عن نفسه، فروح وراح القرية بتاعته اسمها قرية كردية بمركز المنيا القمح. اسلام راح حكى لاصحابه هناك وقال لهم في ولد مضايقني اسمه محمد، شايف نفسه ومهتم بشكله وكأن مفيش الا هو. فضل يسخن صحابه يسخن صحابه، وكأنه عمله جريمة، كأنه شتمه ضربه، عمله حاجة واقعة كبيرة. المهم ان اسلام اخد صحابه وتاني يوم راحوا المدرسة. اسلام وصحابه استنوا اليوم الدراسي يخلص، واستنوا محمد عند باب المدرسة. كان صاحب مع اسلام قال له انا بابايا جايب الصاع الكهربائي وهو جاي من السعودية، وجايب مادة من اللي هي رش. طبعا احنا عارفين ان التحرش اللي شغال في البلد الفترة ديت، والحاجات اللي مش كويسة اللي بتحصل للبنات وتتعرض لها في الشارع.
فصاحب إسلام عنده أخت بنت صغيرة في الإعدادي، باباها راجع من السعودية فجاب لها أدوات من هناك عشان لو تعرضت لأي حاجة من الحاجات الوحشة تقدر تدافع عن نفسها. فقال له بابا جايب لأختي صاع كهربائي، تعالى ناخده ونروح نأدبه بيه. ففعلا ما كدبوش خبر، تاني يوم راحوا واستنوا اليوم ينتهي وطلع اسلام ومحمد من المدرسة. اسلام ندى لمحمد وقال له تعالى هعتذرلك، وخده عند اخر سور من المدرسة بره المدرسة، واتهجم عليه هو واصحابه وكتفوه وبدأوا يكهربوه في المنطقة الحساسة. على طول العيال كانت واقفة فرحانة بان هو اول ما بيكهربوه الواد بيحصل له رعشة، زي كان في فيديو من فترة اخد الترند انه صحابه بيكهربوه هو كمان علشان كان هو طالع الاول وبيذاكر. ده نفس الحكاية بس مش عشان طالع الاول وبيذاكر، علشان هو شكله نضيف. تخيل ان هم يقرروا يقتلوا صاحبهم علشان شكله نضيف وشكله حلو وكمان اسلوبه حلو. فاصحابه اخدوه وفضلوا يكهربوه، كان عاجبهم الرعشة اللي هو بيعملها اثناء الكهرباء، ففضلوا تكرار الكهرباء يكهربوا كل شوية في نفس المنطقة الحساسة. يعني مش في كتفه مش في دراعه ومش في صدره، لا، كهربوه في نفس المنطقة كهربات كتير جدا. والصاعق ما كانش اي حاجة، كانت الصاعقة بتاعته قوية جدا، فكان عاجبهم الرعشة، قعدوا يضحكوا ويستمروا في الصعق بالكهرباء، يصعقوه بالكهرباء كتير لحد الولد قلبه ما استحملش فمات. هم افتكروه اغمى عليه فسابوه ومشوا. طبعا زمايله كلهم كانوا واقفين بيتفرجوا والناس كانت واقفة بتتفرج، واثناء التحقيقات قالوا ان هم كانوا خايفين يقربوا عشان ما يكهربهمش. يعني تخيل، اهالي واقفين مش عايزين يقربوا يدافعوا عن الولد اللي عنده 16 سنة عشان خايفين ان اسلام واصحابه يكهربوهم. ناس في منتهى الجبن. المهم ان اسلام واصحابه اول ما لقوا محمد اغمى عليهم قالك بس سيبه كده مرمي في الشارع، خلي اهله يجوا ياخدوه، وهو بقى بعد كده هيتربى وهيعرف يعني ايه ما يمدش ايده عليك حتى لو انت مسحت بوشه، لو مؤاخذة كده، جزمتك. ففعلا ما كدبوش خبر، سابوه ومشوا. فالناس جم يفوقوه لقيه ما بيفوقش، طلبوا النجدة، طلبوا اهله، مدير المدرسة طلب اهله، وبعديها على طول الاسعاف كمان جت اخدته للمستشفى، وقالك ان هو متوفي في توقيتها، يعني من كتر الصعق الولد قلبه مستحملش فوقف ومات. طبعا أثناء التحقيقات وتفريغ الكاميرات شافوا الأطفال، قبضوا عليهم، كان إسلام وجايب معاه 3 أصحابه تانيين، يعني هم الأربعة. اتقبض عليهم واخدوا منه جهاز الصاعق. واثناء مساءلة مدير المدرسة اللي حصل قالك كانوا بيتخانقوا امبارح وبقالهم فترة بيتخانقوا، وانا ناديتهم وراضيتهم على بعض والموضوع اتهدى. طب ايه اللي حصل؟ قالك انا مش مسؤول تماما عن اللي يحصل بره مدرستي، انا اخر اللي بيحصل جوه المدرسة، وللامانة المدير عنده حق. فبالطبع جم ياخدوا العيال، اللي حصل قالك كذا كذا واحنا كنا بنهزر معاه، احنا ما كانش قصدنا نموته. طبعا انا شايفة ان الاطفال دي تستاهل الاعدام. الطفل اللي قتل صاحبه بالمسمار، بمسمار بمفك في دماغه في المدرسة من يومين، والواقعة بتاعت الصاعق ده، والواقعة بتاعت المنشار، الولد اللي قطع صاحبه 6 قطع كالقطعة ورمى 5 للكلاب وراء كارفور. طبعا انا شايفة ان دول يستحقوا الاعدام، يا عشان دول مش اطفال. مفيش اطفال في الدنيا بتعمل اللي بيعملوه، مفيش اطفال في الدنيا تعمل اللي بيعملوه. الاطفال اخرها تلعب العاب، تتفرج على التلفزيون، كل همها تروح مدرستها تيجي من مدرستها. انما اطفال تفكر ازاي تنتقم، اطفال تفكر ازاي تقتل، اطفال تفكر ازاي تتاوي الجريمة، دول مش اطفال. طبعا اتحكم عليه على انه طفل وهو اخره هيتعاقب على اللي عمله، انما كاعدام مستحيل. بس ده قتل، هما قالك لا، هما كانش قصدهم يقتلوه، هما كان قصدهم ان هما يعني يضربوه يخوفوه يرهبوه، ده اولهم عن اخره. طيب الشخص بتاع المنشار قالك هيروح الاحداث لحد ما يتم السن القانوني وبعديها هيطلع، هتطلعوا مجرم للمجتمع، قالك اطفال وغير مسؤولين عن فعلتهم.
هشوف رأيكم في الكومنتات. وانتوا كمان شايفين ان هم اطفال ويعني يا دوبا اخرهم يروحوا الاحداث وبعدين يطلعوا تاني للمجتمع ويبقوا كده اتربوا واتعظوا ومش هيكرروا الفعلة دي تاني او مش هيكرروا اي فعل مشابه ليه تاني، ولا انتوا شايفين ان الاطفال دي تستاهل الاعدام؟ لان دول مش اطفال، هم يمكن واخدين لقب الاطفال من عمرهم بس دماغهم لو دماغ طفل ما تفكرش في حاجة زي دي. اشوفكم في فيديو جديد، في امان الله، مع السلامة.